الفيلم ديالنا اليوم بعنوان جدو حبيبي. يعني الفيلم غيكون داير على الجد وماشي اي جد. المفروض خاصو يكون رزين مثبت كيعرف غير الصلاه والدين، زعما راه بقالو غير يجبر على القبر، خاصو يوجد الاخره ديالو. هذا مختلف شويه. كيبدا الفيلم مع البطله ديالنا فيكي اللي ما كتحملش اللي يعيط عليها بسميتها الحقيقيه فكريه. الوالدين الله يهديهم شي مرات كيسميو شي سميات كيطلع الدري معقد غير من سميتو. فيكي خدامه سمساره في البورصه، حتى صاحبتها خدامه معاها، ومن المشهد باينه خسروا في البورصه. فيكي بقى فيها الحال وصاحبتها كانت كتصبر فيه وهما راجعين للدار. الرجوع عند جدها اللي نعس في السبيطار، والطباء كيقولوا بقى ليه غير شي ساعات ويموت، وطلب منهم يعيطوا ليه على حفيدته تجي تشوفو. ايوا صيفطوا لها ايميل، قراتو هي تقول صاحبتها السبيطار صيفط ليا حيت جدي قرب يموت وانا الوريثه الوحيده اللي كاينه. بان لكم صاحبتها فرحانه، قالت ليها غتولي لاباس عليك، قالت ليها فرحتي حيت جدي غيموت. جلستي وسكتي. شحال صاحبتها ماديه تقولوا مجرده من الاحاسيس. قالت ليها هو راه خدام في الفلاحه ما عارفش حتى كيف داير. قالت لها صاحبتها ماشي مهم، المهم غنوليو لاباس علينا. بغيت غير نعرف علاش كتهضر بصيغه الجمع، تقولوا حتى هي وريثه معاها. وبقات كتعمر ليها راسها، ما هما تما عايشين في الفقر يلا كيتكافاو مع الحياه. ايوا فيكي طمعات وبدات كتحلم وتسنى حتى يموت بعدا. ما تعرفي تصدقي انت اللي سابقيه. وزيدون هذا راه جدك، واخا عشتي عمرك كامل برا وما عمرك شفتيه المفروض يكون عندك شويه الحنان. ايوا جمعت باليسه ومشات للمطار، ومشات معها الطميميه ديال صاحبتها. قالت ليها سيروا ما تطوليش وجيبي لنا الفلوس باش نعيشوا. لا يعطيكم شي صاحبه بحالها مخها عامر غير بالفلوس، الفلوس عندها اهم من اي حاجه. وصلات فيكي لمصر وما تركب غير مع واحد الشيفور مزنزن ما يعرف حتى يصوب. مع وقف قدام السبيطار مع تكركبت من الباب، على شويه كان غيعطبها لو كيتقابح معاه من الفوق. انا بلاصه ما نخلصكش على التبهديله. ايوا دخلت عنده البيت وسولت الطبيب على الحاله ديالو. قالت له انا غنمشي ملي يموت عيطوا عليا. هاد قصوحيه القلب اختي، واخا يكون غريب ما ديريش معاك. قال لي الطبيب جدك هو اللي معيط عليك، غتجلسي تسناي معانا شويه. فاق جدها وسلمت عليه، قال لها كنحمد الله حيت شفتك قبل ما نموت. وهو رجع ينعس. في الليل جابوا لها الحساب تاع السبيطار، غير سمع الفلوس وهو يفيق مع جده واحد البخيل بقى يتقاشح مع السيد. قال لها اديني لداري نموت فيها ياك انا ميت لاش نبقى في السبيطار ونخسر الفلوس. وعنده الصح بلاش الضايع ياك هو ميت. ايوا خلاها هي تخلص الحساب، هو ما خرجش الريال. الايه كي تقلبت بلاص ما هي كانت غتورثو ولا هو غيورثها في الحياه. طبيب غير دور يقول لي بقى لي غير شي ساعات ويموت. وصاحبتها كل مره تعيط تسول واش مات، نكون منها نبلوكيها. غير وصلوا للدار وشي على الضوء وهو يقول لها تفدوا راه كاين ضو الله. غير دخلت لقات الدار عامره بالتوحاف. تفاجات ان جدها عنده دوك التوحاف الغاليين. جاتها دارو فحال شي قصر، بقات حاله فمها فيها. داها يوريها بيتها، ومع الحله ديال الباب كتلقى الحيط عامر بالتصاور عائلتها الميتين. جدها صيفطهم كاملين بقى غير هو، وبقى كيعاود لها على ماماها ومشى يرتاح في بيته. ومع هي كانت عايشه برا، خرجت تجري في الصباح وهما يتبعوها شي دراري. وحيت هي مربيه تربيه تاع نصارى كولو من فاتحه تعرفت عليهم وتصاحبت معاهم. غير دخلت الكوزينه خربتها ليه، وحيت الثلاجه خاويه قرروا يمشيو يتقداو من السوبر ماركت. وطبعا الطوموبيل ديالو من قدماء المحاربين غداو الطحر تحس بها ضربها البرد. غير دخلوا السوبر ماركت اتفقوا يتفرقوا، كل واحد يشري داكشي اللي بغا. هي على نيتها شرات داكشي اللي محتاجاه، وهو عمر لها جوج شبكات ولصق لها الخلاص وتسل. قال لك غيمشي يجيب الطوموبيل، حالف حتى يسيزي ليها الجيب. الغدلين جا المحاسب ديالو وجاب ليه باليزه ديال الفلوس. فيكي غير سمعت الفلوس وهما يتحلوا لها العينين والودنين. وباش جدو ما بينش لها باللي فلوسه قال ليه شت فلوسك عندك انا ما باغيش نتسلف. وقال لها هذا سعيد صاحبي، هو كيحاول يخزن على داكشي اللي عنده والمحاسب ديالو كيفضح فيه. وفيكي غير كتشوف. شويه جاو صحابه يعرضوا عليها الحفله ديال الليل، ومشات حضرت ليها معاهم. وخلات الكلب ديال واحد من صحابه حدا جدها، وكال بنيت مربي راد ليه البال، ولكن مسكين طاح من الشرجم وجات الاسعاف داتو. هذا غير كلب جات ليه الاسعاف، حنا بنادم وما كتجيش ليه. ايوا فاش رجعت للدار تشاد معها جده على دوك التصرفات ديالها. قال لي دوك التصرفات ديال برا ما ديريهمش عندي هنا، النظام ديالي هو اللي غيمشي هنا، اللي ما عجبكش الحال راجعي بحالك الانجليز. الغد لين مشى جده يشوف الفلاحه ديالو، وهي مشات تدي الكلب عند الكوافور حيت مكتئب مسكين باش يبدل المود ديالو. ما درناهاش حتى حنا لي بشر، كنشد الركنه ونتكمشوا حتى يحل الله.
الغد لين فاش خرج جده دارت حفله في الدار ديالو. لا يوريكم النماذج اللي حاضرين، شي كيتحشش، شي كيشرب، شي كيكمي، ضايعين صافي. غير جا جدها وشاف دوك ربعة المفروحين جرى عليهم وقال ليها غدا تشدي الطيارات وشي فحالاتك. ايوا في الصباح غير خرجت من الدار دارت كسيده، يوداها السبيطار، نفس السبيطار اللي كان كيتعالج فيه. تقول هو اللي كاين ما كاينش من غيره. ويلا غيقولوا السيد ديال الاستقبال بغينا نشوفوا الطبيب، لقاو هذاك الطبيب اللي كيقول لهم بقى ليه غير ساعات ويموت، هو اللي صدق مات. ايوا شتي الاعمار بيد الله. من ورا الكسيده تحسنات علاقه فيكي بجدها ولاو يهضروا ويضحكوا ويخرجوا بحال الا فعلا شحال هما عايشين مع بعضياتهم. واحد النهار وهي ناعسه سمعت جده كيبكي، مشات تشوفو مالو، لقاتو شاد الجورنان ناشرين في صفحه الموتى موت ديال ليلى البنت اللي كان كيبغيها وكان باغي يتزوج بها، تا عائلتها ما قبلاتش بيه وزوجوها للطبيب. مشاو يعزيو وتما عرفوا باللي غير تشابه اسماء وماشي هي، ورجعوا للدار وجلسوا كيتفرجوا في التصاور ويرجعوا الذكريات حتى داهم الناس. الغد لين هو كيسقي الورد جات فيكي عنده وجاوت معاها العنوان ديال ليلى وقالت له وجد راسك غنسافروا لعندها. وخرجوا يتقداو الحوايج، داتو المول وكيف العاده جدها تخلع من اللي شاف الاثمنه وهو يديها للسوق بلاصه الملابس المستعمله بحال البال عندنا. عطاها تهز شي كوستيمات وهو يبانوا ليه البوليس جايين، هرب وخلاها وهما شدوها البوليس. وطبعا جده دار فيها بريء وبعقله ومشى يخرجها من عندهم. وصل عند البوليسي جلس يتشكى منها ولصق فيها كاع دوك الزبايل وهي غير حاله فمها فيه. خرجت من تما مقلقه وطالع عليها الدم، خارجه وكتناقر معاه وقالت له غنرجع للانجليز وهو يقول لها تسنى غير حتى نموت ودفنيني حد رجعي. وفي لحظه غضب قالت لي انت ما كتموتش وهي توعى على راسها وطلبت منه السماح. ايوا شدوا الطريق للمدينه فين ساكنه ليلى. مع وصلوا مع شافوا واحد البنت كتجري وكيجي وراها بزاف الناس يصحابوها شفاره وهي تكربعها فيكي ونزلت عليها بالضرب وجاو يفكوها. قالوا ليهم ماشي شفاره راها العروسه. سمعت ليلى الغوات طلت من البارك ولقاتو حسين جد فيكي وهي تبط عندهم. فرحات ملي شافتو وفيكي كتفرج فيهم جوا بحال شي فيلم رومانسي. العروسه داليا وجهها تزوق بالضرب والمفروض هذا النهار هو نهار عرسها. ايوا عيطوا للضيفان واجلوا العرس. ليلى دات حفيدها الكبير ادهم اللي هو العريس تعرفوا على حسين وفيكي. اعتذرت منه فيكي وهو قبل منها الاعتذار وسولتهم على شنو اللي خلاها تهرب. قال لها اختلاف في وجهات النظر. بقات كضحك عليه وادهم غير سمع سميتها فكريه تا هو بقى يضحك عليها. ايوا بغى حسين يمشي هو وحفيدته، شدوهم وما خلاوهمش، قالوا ليهم ضروري تجلسوا معنا تبدلوا جو وتحضروا العرس. ليلى وهي مجمعه مع حسين وفيكي قالت لهم العروسه منفخه حاسه براسها والديها باسلين. قالت ليها فيكي على ادهم ما كيبغيهاش. جاوبتها وقالت ليها كون غير كان كيبغيها كون دوز لها كاع داكشي اللي كدير، ديما مختلفين على حوايج تافهه وداك النهار هربت غير حيت البرزه ما عجبتهاش. اشهد السبب التافه. الا كانت برزه هربتها اش غدير في الحياه؟ باينه هاد الزواج ما غيطولش، ما صالحاش العشره. واخا هاد الراجل يكون عنده صبر ايوب ما غيصبرش ليها. ليلى قالت لهم قلت لمو هاد الزواج ما صالحش. قالت ليها هادي ثالث خطبه ليه وما خاصوش يفسخ، يعني السيد مجبر يكمل العرس. اش هاد التفكير؟ اللهم يفسخ ولا يطلق. شويه جا ادهم يصبع عليهم وقال جده غيمشي يصيد وهي تقول له دي معاك فيكي وهما اصلا ما حاملينش بعضياتهم. ولكن اش غيديروا؟ مضطرين يسمعوا هضرتهم. اش متوقعين يطرف البحيره؟ اكيد غيجلسوا يتناقروا. وفيكي طاحت في الماء وادهم عاونها وشعلوا العافيه وجلسوا نشفوا حداها. ما يمكنش ما يتصادعوش هاد الجوج. ليلى وهي مجمعه مع حسين سولها واش عندنا الوقت باش ليلى ترجع. قالت له صحيب. واتفقوا يقربوا حفايدهم من بعضياتهم على وعسى يزوجوهم بدل ما تزوجوش هما يزوجوا حفايدهم. ايوا مشاو يفيقوا حفايدهم وداير السبب الخيل. قال لك ليلى غتعطي عاود لحسين وحفايدهم هما اللي غيتفقوا ان واحد غياخدو. المهم حرموا عليهم الناس وناضوا يشوفوا هذا الخيل ويركبوا عليه. وطبعا ليلى وحسين ما غيكتافيوش غير بهاد الحيله، غير هما ركبوا من هنا وهما شحطوا الخيل من هنا. كيبان لك الخيل كيجري بهم تلاحم في التبن. لاباس اللي جات في التبن كلات عليهم الدقه. في الليل ادهم وفيكي مشاو يتمشاو قدام البحيره. بان لي بداو كيتفاهموا وبداو كيتعرفوا على بعضياتهم ولاو كيدوزوا بزاف الوقت مع بعضياتهم. هادشي بان لي فات الصداقه لداك الجيه. في وحده من خروجاتهم سولاتو علاش فسخ 3 المرات. قال ليها كنت كندير الخاطر الوالديه، كل مره كانت العروسه كتكون مناسبه للزواج ولكن ديما كيطرا شي مشكل وكنتفارقوا. ما كنتش كنحس بشي حاجه من جهه شي وحده فيهم. وانتي؟ قالت له كل عام كنتمنى نلقى الشخص اللي نحلم به وكل مره ما كنلقاهش. ادهم عجبو الحال وهو يقول لها حاس باللي هاد العام غيتحقق الحلم ديالك. كيما على راسو باينه.
في الفيلا عند ليلى جات خطيبة ادهم، غير جلست هو يدخل ادهم وفيكي هما كيضحكوا، شافتهم يتخنزر، طلعت فيكي عن جده وخلاتهم يهضروا. جايه تقول ليه بابا قال لك خاصك تزيدني في مؤخر الصداق. اش هاد التنطيحه هادي؟ بيع بقره واقيلا ماشي مزوج بنته. حتى هو عطاها جواب يا سلام، قال ليها ديروا اللي بان لكم، من الواحد كيبغي يبيع ما كتهمو حتى حاجه، قلت لكم بقره حتى هو شي بحال هكا. الغد الليل وهما كيوجدوا العرس جات فيكي تكلم ادهم لجداه، وداليا بغات تفقاسها وهي تقول ليها اختار لي شي اغاني العرس ديالي، وبدات كدير شي تصرفات قدامها كتقيلها السم زعما. شويه جا مول الضو وسحاب له فيكي هي العروس، تا هو كان شايفهم مناسبين كتر، وهي تقول له راه العروس، ومشات جلست قدام البحيره باش تبرد على راسها. رجعت الفيلا ووقفات قدام البرزه وجلست كتشوف. شويه جا ادهم وقال لها هادشي جا معطل وصعيب نقرر فيه، قالت له مبروك ومشات. جا نهار العرس وفيكي وجدها حضروا ليه، ادهم طلع يشوف جداته وهي تقول ليه باقي الوقت باش تاخذ القرار ديالك، الحياه مع واحد كتبغيه ماشي فحال الحياه مع واحد ما كتبغيش. ولكن ادهم قال لها تعطل الوقت وهبط يكمل العرس. ادهم هو كيشطح مع عروسته ما حيدش عينهم على فيكي، اما هي كانت كتخيل راسها هي اللي مزوجه بيه، وفي واحد اللحظه ما صبراتش وناضت وما كملتش العرس ورجعت هي وجدها لدارهم. في الدار عند جدها عاوتاني صاحبتها عيطت ليها باش تسول واش مات، ساعه هو اللي جاوبها ودورها فيها. فيكي جاو عندها صحابه يواسيوها وجدها ما عجبوش الحال يشوفها في ديك الحاله. واحد النهار خرج تجيب الجورنال وهي تلقى ادهم جالس قدام الدار وجايب ليها الورد، قال لها توحشتك، وهي تشوف ما لابش الخاتم وسولاتو عليه، قال لها العرس ما كملش، قالت له علاش؟ قال لها ربي بغى هكا وحتى شي ناس باغين هكا. شويه جا جده حرم عليهم، قال لهم ادهم جداتي عارضه عليكم دوزوا معانا شي ايامات على وديت العام الجديد. لبست وخرجت هي وياه وعرفته على صحابها ومشاو كاملين عند ليلى وفرحوا بيهم. باين لي فيكي دارت بلاصه في قلوبهم على داليا، وادهم خطبها. جا راس العام وداروا حفله وكل شي فرحان وكيشطح. في واحد اللحظه جدها حس براسو قربات ساعته، جلس وبقى كيشوف في حفيدته، وفاش وصلت 12 تاع الليل مات. تقول غير كان كيتسنى العام الجديد يدخل. المهم مشى هو مرتاح من جهه حفيدته، كاملين بقى فيهم الحال على ودو. ادهم وفيكي تزوجوا وولدوا 3 الوليدات، وولدهم الكبير كبر وتخرج، وحتى هو تزوج وولد وولات فيكي جده. هذه اول مره كنشوف فيلم كيكملوا فيه القصه حتى لهاد المرحله. والعبره اللي غنخرجوا بها من هذا الفيلم، اولا الاعمار بيد الله، ماشي حيت مريض والاطباء تنبؤوا لك بالوقت ديال الموت ديالك صافي غتموت في ذاك الوقت، ما تعرف ربي شافيك ويزيد يطول لك في العمر ديالك. ثانيا الزواج مكاتب، ما كتعرفش امتى غتلاقى بشريك حياتك ولا في اشمن ظروف وكيفاش غيتدخل القدر باش يجمعكم. ثالثا ماشي ديما كنتزوجوا باللي كنبغيو، وفي الاخير ربي هو اللي كيدبر لنا الامور. حتى لهنا كيكون سال الفيديو ديالنا، نشوفكم فيديو جديد مع قصه جديده وعبره جديده، ودمتم في امان الله.